إن البرنامج التعاقدي لمناديب حفظ الصحة والسلامة والبيئة ليس وثيقة عامة، بل خطة عمل دقيقة مبنية على التشخيص الميداني وترتيب الأولويات حسب درجة الخطورة وربط المسؤولية بالمحاسبة. في هذا الإطار أجرينا الحوار التالي مع الإخوة يوسف قبال، محمد وحدي، منير مخروط. ميز برنامجنا بكونه مبنيا على 3 مرتكزات: التشخيص العلمي للمخاطر، اهتزازات، ضوضاء، غبار وإشعاعات وغازات. ثانيا، تقييم كثافة ووتيرة التعرض للأخطار داخل مختلف الأوراش: بني عمير، المراح، الحرش، سيدي شنان. ثالثا، ترتيب الأولويات حسب خطورتها وتأثيرها الصحي المباشر. نحن لا نتحدث بلغة عامة، بل نتحدث بلغة أرقام وتقارير موثقة مع إشراك العمال في كل مراحل التقييم. يبقى مندوب حفظ الصحة والسلامة حسب القانون الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية هو فاعل تقني ونقابي في آن واحد، ويتمثل مهامه فيما يلي: مراقبة مراكز العمل بشكل دوري وتدوين كل الأخطار المهنية التي تحيط بالشغل الفوسفاتية في ريجستر، ويتم رفعها إلى المسؤولين عن جميع المصالح التي يتم زيارتها، وكذلك رفع تقارير مفصلة إلى مندوبية الطاقة والمعادن. إجراء تحقيق دقيق ومعمق حول حوادث الشغل والأمراض المهنية. المشاركة في عملية تقييم تقني لجميع المخاطر المهنية، وهنا لابد من الشكر مجموعة من العمال الذين يعملون ليلا نهارا، وهم عمال HSO والإطفائيين الذين يسهرون على حماية وسلامة العمال الفوسفاتيين. الدفاع التقني عن تحسين شروط العمل أمام الإدارة المحلية. إعداد تقارير مفصلة ومتابعة التوصيات. الدفاع التقني عن تحسين شروط العمل أمام الإدارة سواء المحلية أو العامة. هدفنا داخل النقابة الوطنية عمال الفوسفات هو الانتقال من ردة فعل من الحوادث إلى سياسة وقائية استباقية من أجل حماية كل الشغل الفوسفاتي. نلتزم بتجويد وسائل الوقاية الفردية لزوبي تحت مشروع الريفيرونسمون الذي بدأ بالحذاء ثم سيعمم على باقي لزوبي. اقتناء وسائل ملائمة لكل مهنة حسب المعايير الدولية. تحسين جودة ألبسة العمل ومراقبة واحترام دفاتر التحملات. تحديث وسائل الوقاية الجماعية. تقوية الإنارة داخل الأوراش والمعامل. معالجة مشكل الكهرباء والتأريد ميزالاتير. تجهيز قاعات المراقبة بوسائل تكييف وكراسي مريحة. تحديث وسائل رفع المانيطونسيون. نؤكد أن الوقاية الجماعية تبقى أولوية قبل الفردية لأنها تحمي الجميع. نقصد إجراءات عملية منها: تحديد الحمامات والمرافق الصحية داخل الأوراش، بناء وإعادة تهيئة المقاصف وأماكن الأكل والطبخ، صيانة شبكة المياه الصالحة للشرب وإيصالها لجميع التجمعات العمالية، إشراك المناديب في مراقبة دفاتر التحملات وتتبع الأشغال، إلزامية تدخل طب الشغل بالمراقبة القبلية والبعدية. كرامة العامل تبدأ من جودة الفضاء الذي يشتغل فيه. نلتزم بتجديد أسطول النقل وزيادة عدد الحافلات بكل الأوراش، وخصوصا محور سيدي شنان بني عمير. إعادة النظر في توقيت العمل واحتسابها ضمن مدة الاشتغال. تهيئة أماكن الانتظار والتقليل من الغبار عبر السقي المنتظم. تحسين المسارات الطرقية وخصوصا داخل الأوراش، وأتكلم هنا عن ليبيست. جلب مصاعد لكل الأماكن المرتفعة، وكذلك جلب قاطرة خاصة بإخواننا عمال الشحن ببني دير، والعمل على إعادة تهيئة جميع القمرات الخاصة بالروبيل بجميع الأوراش. كما سنعمل على حل مشكل اكتظاظ بجميع أسطول النقل، ونؤمن نحن مرشحي مناديب حفظ الصحة والسلامة أن سلامة العمال تبدأ من لحظة ركوب الحافلة. نلتزم بإجراء قياسات دورية ومستمرة تشمل الاهتزازات والضوضاء مع نشر نتائج والترافع من أجل حلول عملية وليس الاكتفاء بتقارير شكلية.
انتخابات مناديب حفظ الصحة والسلامة والبيئة يوم 10 من مارس 2026. صوتوا على مرشحي النقابة الوطنية لعمال الفوسفات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.